لماذا لا يمكن إقامة مباراة كرة قدم بين الرجال والنساء؟ على عكس ما تظنه الفيمينيست، فإن المباراة لن تكون عادلة إطلاقاً، وهذا ما حدث بالفعل. شاهدوا معنا بالدليل. يعد منتخب أمريكا للسيدات أفضل منتخب كرة قدم نسائية في العالم. دخل الغرور إلى قلوب لاعبات أفضل منتخب نسائي الذي فاز بعدة كؤوس عالم. تحمسوا وقرروا أن يواجهوا فريق كرة قدم رجالي في مباراة ودية. المباراة كانت ضد نادي ريكسهام الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإنجليزية، ولكن النادي دخل بلاعبيه المعتزلين وليس لاعبي النادي الحاليين. منتخب السيدات الأمريكي كان متحمس جدا أن يكسب منتخب الكهول الذي سيواجهه. ودون الحديث عن تفاصيل المباراة، انتهت النتيجة 12-0 لصالح كهول ريكسهام المعتزلين. وفي حادثة أخرى، دخل لاعب كريستال بالاس زاها لتدريبات نادي السيدات وواجههم لوحده. قام بمراوغتهن جميعا وسجل عليهم وهو لوحده. بهذين المثالين فهمنا لماذا لا تستطيع النساء مواجهة الرجال في مباراة كرة قدم. الفروقات الجسدية بين الرجال والنساء لا يمكن تجاوزها ولا يمكن أن تتساوى، لذلك لا يمكن إقامة مباراة كرة قدم بين الرجال والنساء. ولله في خلقه شؤون.